السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. نسأل الله تعالى أن يفرج همنا وأن ينفي صديقنا وكربنا وأن يعافينا في ديننا ودنيانا، اللهم أمين يا رب العالمين. كما العادة نبدأ هذا اللقاء أو هذا الفيديو بتاج الذكر: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. مرحبا بكم كبيدات ديالي، مرحبا بكم معايا في الفيديو ديال اليوم. الفيديو ديال اليوم غادي يكون إجابة على بعض الأسئلة ديال الأخوات بخصوص الجرثومة ديال المائدة. فكنلقى في التعاليق بزاف البنات اللي عندهم القولون العصبي كذلك دايرين التحليله ولقاو عندهم جرثومه المائده، تيقولوا لي حنان عافاك راه هي عذباتنا وراكم عارفين نتوما الاعراض ديال الجرثومه كيفاش نقدروا نتشافاو منها. فبالنسبه لي انا غادي نعطيكم التجربه ديالي الخاصه مع الجرثومه المائده، شنو الاعراض اللي كانوا عندي وكيف والطبيب شنو قال لي كيفاش كتجي هذه الجرثومه او كيفاش كتنتقل، وكذلك شنو هما العلاجات والشفاء من الجرثومه ديال المائده وكيفاش ترجعي تكتسبي الوزن ديالك، لان الجرثومه طبعا كتردك كالخيط، كتفقدك الشهيه ومن بعد كتضعف، يعني ملي ما كتبقايش تاكلي راه اوتوماتيكمون كتولي ضعيفه. فاليوم باذن الله غادي نشارك معكم هذه المعلومات كامله اللي دازت عليا واستفدت منها، غادي ان شاء الله نفيدكم بها كما العاده. الكبيدات، اولا الجرثومه اشنو هي واحد البكتيريا تنمو في الجهاز الهضمي وخاصه في المائده. هنا كتبدا تاكل الانسجه الداخليه ديال المائده وكتولي عندنا المائده هاريه ولا هابطه. كيف ما شخصها ليا اني الدكتور وقالها لي هكا بالحرف، قال لي عندك المعده فحال لحم السنان ملي كتهبط هكاك المائده عندي هبطات، يعني هذيك الدوده الحلزونيه او الجرثومه كلات ليا مزيان في المعده ديالي، فالمعده ديالي او الغشاء ديال المائده هبط. فهنا اشنو كتبقى تعطيك الحريق، هذيك الحموضه اللي كتبقى تنتج من المراره كتبقى تكب في المعده فكتعطيك الحريق. غادي نشوفوا كيفاش كتنتقل عن طريق اللعاب. هزيتي الكاس ديال شي حد شربتي منه وفيه الجرثومه غتنتقل لك، هزيتي القرعه ديال شي حد درت فيها اللعاب ديالو غتنتقل لك، كليتي من معلقه شي حد، هادوك الزليف الزنقه اللي كتمشي تاكلي الحمص والبيبوش او كتلقاي زلافه تما كيكبلك فيها كتنتقل حتى هي الجرثومه. فعن طريق اللعاب، عن طريق المصافحه، شي واحد عطس في يدو جي يسلم عليك السلام عليكم وعليكم السلام، مباشره كتهزي شي حاجه تاكليها كتنتقل لك الجرثومه، لانها هي دقيقه ولا ترى بالعين المجرده. فكتبان غير في التحليله، يعني الا درتي التحليله عاد تتبان هذيك الجرثومه صغيره بزاف. وهذيك الجرثومه راه ماشي جرثومه وحده، كتكون بكتيريا او جراثيم بزاف، ماشي غير وحده. كون كانت غير وحده راه غنتخلصوا منها تعطسي وتمشي في حالتها، لا، هي بكتيريا بزاف تعيش داخله الانسجه الداخليه ديال المائده وكتبقى كتاكل من المعده ديالك. فبالتالي كما قلت لكم اشنو كيوقع، كتولي ديك الانزيمات او ديك الحوامض او ديك الماده اللي دايره فحال لاسيد اللي كتفرزها لك المراره كتبدا كتحرقك في المعده، سواء كليتي كتبدا تحرقك، ما كليتيش كتلقى المعده خاويه كتبدا تحرقك في المعده، كيولي عندك واحد الحريق بزاف بزاف بزاف. بالنسبه لي انا كانت عندي السخفه، كترجعي ما تقدريش تمشي، ما تقدريش ديري الشغل، تولي تمشي غير شويه كتعيا، الا كنتي كديري الرياضه ما غتقدريش، كتجيك السخفه في فم المعده، هنا كتجيك السخفه كتحسي بالفم المعده ديالك كيتسل، كذلك واحد الحريق في فم المعده. انا بالنسبه لي ما كنتش كنقدر نحط يدي على فم المعده، هنا في فم المعده ما كنقدرش نحط يدي، كنحس بحال عندي تما شي دماله، كنحس بحال عندي تما شاكوش وكنعمرو بالماكله، ما مرتاحاش، بحال عندي تما شي خنيشه شادها ومعمرها في المعده، كنحس بها سبحان الله، المعده ديالي كنحس بها فين منزله وفين محطوطه والموقع ديالها بالضبط فاين. كما قلت لكم بحال عندي شي دماله ما تنقدرش نقيس حتى بيدي. الحوايج ديالي كيضيقوني، الحوايج ديالي كيديروا لي السهطه، عندي الحراره لداخل سبحان الله، لان انا لقيتها متطوره ماشي عاد في الاول ديالها، يعني كلات مزيان في المعده ديالي كلات، لان انا كنت من قبل مصابه بالقولون العصبي. هنا غادي نتوقف على الاعراض ونكملهم لكم. كنت من قبل مصابه بالقولون العصبي، وكنت من قبل درت الجرثومه ما لقيتش عندي، لكن عندما بديت كنبرا شويه من القولون فهنا جاتني الجرثومه ودرت تحليله لقيتها طالعه بزاف، يعني انا كان كيسحب لي باقي عندي الاعراض القولون، لكن بريت من القولون فما بقيتش كنحس بدوك الاعراض بزاف د القولون، لكن الجرثومه تما بدات كتاكل فيا وانا صافي اعتقادي انه فيا القولون.
على كلين باش هكذا كان دائما البنات كنحاول نحط لكم فيديوهات من هذا النوع، سال المجرب لا تسال الطبيب. انا مجربه ومرت بيهم، فكنحاول نفيدكم باش هكذا ما تهاونيش على صحتك وكل ساعه تقولي لا فيا غير كذا فيا غير كذا. لا البنات الله يجازيكم بخير، اللي كتحس بشي اعراض بحال هكذا تمشي دير التحليله. 20% ديال الناس اللي كتكون فيهم الجرثومه وما تيحسوش بها وما كتكونش عندهم الاعراض، فمن الاحسن لما عندكش الاعراض خليها، راه هي ميته مسكينه ما دايره والو. لكن ان فوا تبدا فيك هاد الاعراض سيري للطبيب وديري التحليله. بالنسبه للتحليلات كاينه تحليله ديال الدم، كاينه تحليله ديال النفس كتنفخي في واحد الساشيه، وكاينه تحليله ديال البراز. انا درت تحليله ديال الدم. فنرجعوا للاعراض. كاين عسر الهضم، كتولي الماكله اللي كليتيها ما كتهضملكش دغيا، كتحسي دائما بالشبعه والتقرع، فبالتالي كتبقاي تقرعي بزاف. المعده ديالك ممتلئه عامره ما كتقدرش تهضم. المعده مسكينه مريضه ومجروحه، كيفاش غادي تقدر تهضم؟ دونك كتهضم بشويه عليها، فدائما كتحسي بعسر الهضم والمعده ديالك منتفخه. كذلك الحرقه، فهنا كتبدا تطلع لك ديك المراره، ديك المروره ديال المراره، كتبقاي تحسي بالحرقه عندك بحال اللي السدر ديالك شعله فيه العافيه. الم فم المعده، فانا كنت كنحس بالحريق عندي هنايا فم المعده كيف ما شرحت لكم، بحال عندي دماله فم المعده ديالي، بحال عندي شي خنشه ومعمرينها لي بالماكله في المعده ديالي. كنحس بالمعده ديالي كنحس بها واقفه لي هنا في وسط صدري، ما كنقدرش نتنفس مزيان، فكتكون عندي كتمه في الصدر ديالي. وراني من قبل في الفيديوهات شرحت لكم هاد الاعراض كيفاش كتكون، وشرحت لكم انه كيكون الحجاب الحاجز هو اللي كيكون فاصل ما بين الاعضاء عندنا، بحال كيكون في الخروف، هو اللي كيكون فاصل ما بين الاعضاء ديالنا. فكاينين الاعضاء اللي تحت اللي هما المعده والمصران والمراره والكبده والكلاوي وكذا كذا كذا، وكاين الفوق الريه والقلب. فهذاك هذاك الحجاب الحاجز، المعده ملي ما كتبقاش تهضم كتبقى تنفخ، سواء المعده ولا المصران. كما شرحت لكم فاش كيكون القولون العصبي، المصران كيكون عامر بلا غاز، فبالتالي كيبقى يتنفخ. هو المعده شنو كيديروا؟ كيضغطوا على الحجاب الحاجز، والحجاب الحاجز بالدور ديالو كيطلع وكيرتفع وكيبقى يضغط لينا على القلب، كيضغط لينا على الريه. فداك الشيء علاش ما كنبقاوش نتنفسوا مزيان والدقات ديال القلب كيرتفعوا بزاف. هنا فهمتكم علاش المعده مرتبطه بضيق النفس، او لا حتى القولون العصبي مرتبطين بضيق النفس، مرتبطين بارتفاع دقات القلب. وكتحسي بالقلب ديالك تيدير لك هكا تيخبط تيفطفط، كتحسي به بحال شي طوير في القفص. المهم الكبيدات، فكما قلت لكم سال مجرب لا تسال الطبيب. فمن الاحسن الانسان اللي هكذا كيعرف شي دواء وما يبخلش علينا، ما يبخلش. انا بالعكس حتى في الناس ديال الحومه البنات اللي كيجيو عندي الصالون، فاش كتقول لي راه عندي كذا وعندي كذا، كنحاول نبقى نسول حتى فريمون كنطيح ليها في المرض ديالها وكنعطيها علاش تمشى. اللهم لك الحمد. فإلا كليتي، إلا عندك الجرثومه المائده، إلا كليتي يجيك الحريق، إلا ما كليتيش يجيك الحريق. والحريق بزاف إلا ما كليتيش. إلا كانت المائده ديالك خاويه، لهلا يوريكم واحد الحريق الله يستر كيجي عاد تيزبر الكوليك هكذا، ديك المائده كتبقى تسل، كتحسي براسك بحال غتموتي، كتحسي براسك الروح ديالك كتخرج لك من وسط المعده ديالك. فإلا عندكم هاد الاعراض هادو سيروا ديروا التحليله. فانا مشيت درت التحليله الحمد لله وخرجت عندي وتبعت الدواء ديالي. الشهيه ما كتبقيش تقدري تاكلي كاع، فبالتالي كترجعي كيستيلو بيك كترجعي ضعيفه، كتسلي كتهبطي الوزن بزاف. داكشي اللي وقع لي حتى انا، فضعفيت من القولون، كنت وليت كي سكوليت. جاتني عاوتاني الجرثومه زادت كملت عليا، فرجعت ستيلو بيك. اذن كتفقدي الشهيه، ما كتبقيش تاكلي، الحريق، الحرقه، السخفه، ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع دقات القلب، ضيق في النفس. هادو هما الاعراض بخلاصه ديال الجرثومه المائده. هنا البنات فاش مشيت للطبيب خرج ليا مجموعه ديال الادويه، خرج لي واحد السيرو. انا حيت والله ما بقيت عاقله، هذه مده. انا قلت لكم هادشي جاني في 2014، مع ما بين 2014 حيت كانت جاني القولون 15 2016 2018. الحمد لله في 2018 حيت براسي مزيان. المهم كما قلت لكم مشيت للطبيب، خرج ليا واحد السيرو داير بحال الجير. الا نتوما فايتين خرجوا لكم الطبيب
يعني ما عرفتش، المهم كتبوا ما نقول لكمش سميتو، من الاحسن لان الدواء ما كيتنصحش، انا ما كنصحش الناس نعطيهم يشريو الدواء. مثلا انا بريت على هذا الدواء خذيه، ولا كل واحد والمناعه ديالو، كل واحد والمرض ديالو. فانا كنخرج ليا واحد الدواء، واحد السيرو داير بحال الجير من الداخل بيض، هذاك اللي بقيت تاكليه مور الماكله، داكشي اللي درت. هذاك بحال اللي بحال اللي يصبغ داك الجدار الداخلي ديال المعده، ولا كيداويه، ولا ما عرفتش. المهم يعني كيداويه من داك الجروح اللي فيه. كذلك كنخرج ليا اوديس ولا اوميز، بحال كيتشابهوا. المهم انا كنخرج ليا اوديس، كنت كناخذ حبه في الصباح، وهذاك الدواء اللي قلت لكم اللي داير داك السيرو البيض. وشنو اخر؟ ما عقلتش دواء واحد اخر، بيريلا ولا ما عقلتش سميتو. المهم داك المعروف ديال الجرثومه. هذاك البنات غير بديت ناخذو، زاد كمل عليا، ما عرفتش كل واحد شنو كيديروا. المهم انا كمل عليا الحريق والسخفه، ما بقيتش كنقدر نوض، يدي ما كنقدرش نهزهم، زاد كمل عليا. حبستو، ما كليتوش حتى بزاف، واقيلا ما كملاش حتى سيمانه وحبستو. قلت واخا نبرا به من الجرثومه ما ناكلوش، صافي حبستو. هنا البنات شنو بديت كندير؟ بابا كان بلي بالاعشاب، قال لي شوفي بقيت ديري الرمان. كان ديك الساعه الوقت ديال الرمان سبحان الله، بقيت كنحل الرمانه، راني كنت قلتها في واحد الفيديو، تناكل ديك الرمانه بجلوف ديالها الدخلانيين. سيتادير داك الرمان شنو كيدير؟ هو اللي الله كيشافي داك هادوك الجروح اللي عندي في المعده. فكنت كناكل الرمان هكا، كنحيد له غير ديك القشره اللي على برا، وتناكل داك القلب ديال الرمان. كناكل الرمانه هكا كامله. من بعد بقيت كنشد ديك القشره ديال الرمان وكنطبخها في الماء، وكنشرب الماء ديالها واخا قاصح ومر، كنشرب الماء ديالها على الخوا. عرفتي كنت كنحسب واحد الحريق راه بزاف، والله حتى بزاف. هنا تعرفت على واحد السيده، وشوفوا سبحان الله، انا هذه ما ننصحكمش بها لانني ما درتهاش وما ننصحكمش بها، ولكن هي دارتها. قالت لي راه عندي الجرثومه وتنك البوماده الصفراء في الخبز. قالت لي شوفي وجه الله لا ما كليها ما غتبقاش تدور بك. بوماده الصفراء، عرفتي بوماده الصفراء ديال الحبوب، كديرها في الخبز وتتفطر بها في الصباح. وبالله عليكم هذه ما عمري ما سمعتها وما ننصحكمش. انا كنقول لكم السيده شنو دارت، ما ننصحكمش بها. انا شخصيا ما درتهاش، لكن هي قالت لك دارتها وبرات. فانا بقيت كنشرب هذاك الماء ديال الرمان. كذلك كندير العسل البلديه الحره ديال الكاليبتوس، وكندير فيها البلدي هذيك سميتها الحلبه البلديه، ديك الصغيره اللي مجهده، اللي فيها الريحه مجهده. كنشد الحلبه كنطحنها حتى كتولي غبره، وكنخلطها مع العسل، وكناخذها تقريبا معلقه صغيره كل صباح قبل الفطور. كل صباح. هذه خديتها لمده ديال 3 شهور. 3 شهور وانا تناخذ هاد التريطمون هذه ديال الحلبه والعسل. الحمد لله، اللهم لك الحمد. شوفوا البنات، العصير ديال الكرم ولا العصير ديال المكور، شدي المكور غسليه مزيان، قطعيه، ديريه في المولينيكس، ديري معاه واحد 2 حتى 3 كيسان د الماء، وطحني مزيان وشربي. العصير ديال المكور فن يا البنات. اولا كيقضي على الغازات، لي غاز ما كيبقاوش عندك لا في المصرى لا في المعده. ثانيا كيدخل الكرش بواحد الطريقه رهيبه. شوفوا انا هني غادي نوقف ثاني وغادي نذكر واحد الحاجه كنت كنديرها ملي كنت كنمشي نتريني في لاصال. اش كنت كندير؟ كنت كنشد داك الورق ديال الكرم ديال المكور، كنديرهم في الكسكاس، كطلع معاهم شويه الفوره، تبداو يعرقوا شويه، كنشدهم كنستفهم كلهم على كرشي، كندور السلوفان، وعاد تمشي نتريني. ومني كنتريني تنجي ندخل الدوش، اجيو تشوفوا واحد الماء اللي كيهبط من الكرش. فهنا غادي تشربوا المكور. واذا كنتو عندكم الكرش وبغيتو تحيدوها، يعني بغيتو تحيدوا الشحمه، فهنا غادي تحيدوا الانتفاخات من الداخل والشحمه من برا، وطلعوا الكريشه ديالكم، وفي نفس الوقت تكونوا كديروا رياضه، دونك ما غيبقاش داك اللحم مبهطط وهابط، فالكرش كتجمع بالرياضه. واجيو تشوفوا الكرش كيفاش كترجع، ما كتبقاش عندكم الكرش بتاتا. هنا توقفت على الدواء ديال الجرثومه. فكما قلت لكم غتشربوا الماء ديال الكرم، الماء ديال الرمان هكا كلوه بجلوف. ودابا تبارك الله الوقت ديال الرمان، كلوه بجلوف وبداك الشيء القلب ديالو الدخلاني داك البيض. كذلك المسكه الحره، والمسكه الحره بزاف د البنات حيت كنت ذكرتها في الفيديو اللي من قبل، قالوا لي كيفاش نعرفوا هذيك هي المسكه الحره. المسكه الحره كتكون غاليه في الثمن، وكتكون اللون ديالها بيض، ماشي ديك المسكه الحره اللي كتكون صفراء، هذيك راه ماشي حره، هذيك غير المسكه. اما الحره كيكون اللون ديالها بيض. كل ما كان اللون ديالها بيض عرفتي كيعطي اللون ديال الحليب. كل ما كانت هذيك هي الفري، وهذيك هي الحره، وهذيك هي اللي صالحه. شديها وديريها في كويس ديال الماء،
وبيتيها كويز الماء غير بارد، ما ديريش في الماء سخون، اللي درتيها في الماء سخون ما كيبقاش المفعول ديالها. وبيتي في الصباح شربي هذاك الماء على الخوا ديال المسكه الحره، هذيك فعاله مليار في المية، ما كتبقاش تضر بك الجرثومه. فالمسكه الحره مقاومه وقاتله للجراثيم والميكروبات سبحان الله. فبالنسبه لي عندكم حتى شي جرحه وخديتي المسكه الحره طحنيها وديريها على ديك الجرحه ما كتجمعش البكتيريا. كذلك البنات العرق السوس، العرق السوس اما خدي هكاك، حنا كنا سبحان الله فاش كنا صغار كنا مبليين بالعواد ديال العرق السوس، تناخذوا ديك العويدات بدرهم ولا كان ديك الساعه 10 ريال وكنبقاو نغزو في عرق السوس في الفن. خدي العرق السوس اما كوليه هكاك غزيه فيه، اما شديه وطحنيه وشربي العرق السوس مع الماء، يعني سكفيه مع الماء. غزاله العرق السوس فعال بزاف لجرثومه المعده. فهادو هما الحويجات اللي ننصحكم بهم انا اللي كنت كندير. بحال كان عندك ارتفاع ضغط الدم، يعني الطونسيون كيطلع، ولا عندك الكيلي مرادين، ابعدي مع القصوص ما تاخديش. انا كنشاركو معكم، وكنتمنى ان شاء الله يا ربي نكون فال الخير عليكم، وان شاء الله يا ربي ترتاحوا على الوصفات اللي كنعطيكم وعلى هضرتي. فاللي كيجوني التعاليق ديالكم راني ارتحيت، راني بريت، راني بديت كنتشافى، راني ارتحيت، راني كذا، كنفرح. هذاك هو الربح وراس المال ديالي منكم. شكرا بزاف المتابعه. الى وصلتوا حتى لهنا ما عمري ما طلبتها منكم، فقط للتشجيع. وصلت ل 25 كا، فرحانه بزاف، ما كرهتش نزيد شويه نوصل ل 50، فغنكون اسعد اكثر 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 الى وصلتوني ل 50 كا. شكرا لكم بزاف، الله يوقف معكم والله يوفقكم والله يبعد شر الخلق عليا وعليكم. السلام عليكم.